بيان إلى الرأي العام مع انشغال العالم الإنساني بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا في السادس من شهر شباط الحالي، وأدى لدمار كبير في معظم المدن التركية والسورية، وكبد خسائر بشرية ومادية فادحة، دعت لتضافر كافة الجهود الإنسانية ومساعدة المتضررين والمنكوبين. لكن ذلك لم يمنع حزب العدالة والتنمية من تسييس الأحداث واستغلال هذه الفاجعة الإنسانية لتحقيق مصالحه ومآربه الدنيئة بحق شعوبنا وقائدنا، في الوقت الذي يتجاهل فيه المطالبات والحملات الشعبية التي قامت بها شعوبنا لمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة منذ سنوات، مما يضع تساؤلات كثيرة واستفهامات حول وضعه الصحي وسلامته الجسدية، خاصة بعد هذه الكارثة المدمرة والتي لم يكشف للعالم مدى الضرر الذي ألحقته بجزيرة إمرالي. إن إصرار الدولة التركية على فرض عزلة وحالة تجريد شديدة تتجاوز فيها القوانين الدولية والإنسانية، حيث يمنع القائد من التواصل حتى مع محاميه، بالإضافة لتجاهل لجنة مناهضة التعذيب CPT تقديم أي تقارير تؤكد لقائها مع القائد، مما يقدم تفسيرات كثيرة تستدعي التحرك الفوري للمجتمع الدولي والإنساني لمعرفة ما تخفيه تركيا وحلفائها الذين ساندوها منذ حياكة هذه المؤامرة بحق القائد آبا وشعوب المنطقة. إن القائد عبد الله أوجلان منذ إعلان مقاومته ونضاله ضد سياسات تركيا أكد للعالم بأنها ستكون السبب في خلق دمار شامل سيأتي ضرره على الإنسانية جمعاء، وهذا ما نراه قد تحقق. فنتيجة إصرار هذه الدولة على حبس مياه نهر دجلة والفرات داخل سدودها أدى لتأثير سلبي داخل طبقات الأرض، وضاعف من قوة هذا الزلزال وتأثيره المدمر على المدن التركية والسورية، فتشريد الملايين وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا على الدولة التركية أن تتحمل وزر ما ارتكبته نتيجة سياساتها وترجيح كافة مصالحها على حساب دماء الأبرياء. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها نطالب المجتمع الدولي وكافة الأحرار الذين يؤمنون برسالة السلام التي حملها القائد آبا وتوجيهاته السامية التي أتت بردا وسلاما على قلوب شعوبنا التواقة للحرية في مسيرة أثرت حاجة الإنسانية لمن يقودها إلى بر الأمان، وذلك في القيام بدورهم الإنساني والضغط على الدولة التركية في فك العزلة عن القائد والسماح لشعبه في الاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية. إن من حق شعوبنا معرفة وضع القائد في هذه الظروف، ولن نتنازل عن هذا الحق حتى لو كلفنا أرواحنا. وعلى الدولة التركية أن تعلم بأنها لن تستطيع أن تحقق ما تسعى إليه ما دامت شعوبنا تتغذى من الفكر الحر والفلسفة العظيمة التي رسخت مفهوما استثنائيا من التفرد والمبادرة في حماية الشعوب المضطهدة. إننا مدينون للقائد بأرواحنا ودمائنا، لن نقبل بأن يعيش في هذه الظروف وداخل سجون هذا الاحتلال. سنرفع وتيرة نضالنا ومقاومتنا حتى نحرر قائدنا ونفشل هذه المؤامرة التي مهما تجددت لن تستطيع حجب شمسنا.